اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. حصل مره قبل كده وانت ماسكه الموبايل وابنك بيكلمك قلت له استنى شويه بعدين وعدى الوقت والبعدين دي ما جاتش؟ طيب خليني اقول لك حاجه مهمه، التجاهل للطفل بيوجع اكتر من الضرب، وفي الفيديو ده هتفهمي ليه التجاهل العاطفي اخطر من المتخيلات، وايه اللي بيحصل في نفسيه الطفل لما الموبايل يسرق ماما، وازاي ترجعي الاتصال بابنك من غير ما تقفلي الموبايل نهائيا. يلا بينا نبدا الحلقه. اولا يعني ايه تجاهل عاطفي؟ التجاهل مش بس انك تسيبيه لوحده، التجاهل العاطفي هو انك تبصي في الموبايل وهو بيكلمك، تهز راسك من غير ما تسمعي، تقولي اه وانت مش معاه، او تكوني موجوده بجسمك بس غايبه بعقلك. وفي اللحظه دي الطفل هنا مش محتاج كلام، هو محتاج يحس انه مهم. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل في عقل الطفل؟ الطفل بيفهم رسائل صامتة، أنا مش أولوية أو الموبايل أهم مني أو كلامي ملوش قيمة، وده يوصل الطفل إنه يكون منسحب أو طفل يزعق ويشاغب أو طفل يكتم مشاعره. تالت حاجة مهم جدا إنك تعرفيها إن تجاهل اليوم بيساوي جرح بكرة. الطفل اللي بيتم تجاهله بيكبر قليل الثقة، بيخاف يعبر وبيدور على الاهتمام بأي طريقة، أو بيتعلق بالموبايل زيه زيك، وده مش لأنك أم وحشة، لكن لأن الموبايل خطف العلاقة ما بينكم. في كمان حاجة خطيرة وهي إن الطفل بيستسلم. يمكن تلاحظي إنه بطل يحكي، بطل يسأل، بقى هادي زيادة، فتقولي اهو كده بقى كويس، لكن الحقيقة ان انت مش عارفاها ان ده انسحاب مش هدوء. خامس حاجة الحل العملي. اول حاجة لازم يبقى فيه وقت مخصص ليه، انتباه كامل، تسيبي الموبايل وتبصي له وتسمعي له بتركيز، وصدقيني 10 دقايق تركيز بيساوي ساعات امان. تاني حاجة ردي عليه قبل ما يصرخ، لو حسيتي انه بيشدك قولي له استنى دقيقة وهسمعك، افضل من تجاهل كامل. وكمان ممكن نعمل اتفاق بسيط، الموبايل يقفل وقت الحكاوي، الطفل بيحب القواعد الواضحة. والخلاصة ان المهم تعرفوها ان التجاهل العاطفي بيكسر الطفل بهدوء، وان الانشغال بالموبايل رسالة قاسية من غير صوت، وان التربية مش في الوقت، التربية في الانتباه. ولو عايزة ابنك يحكي لك لازم تحسسيه انك سامعاه. وما تنسوش تشوفوا باقي حلقات سلسلة الأخطاء التربوية على قناة أنا وطفلي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.